طيب اذا حالات سريريه الارجاء بنحكي عنه سنسينا نحكي عنه تحديد الارجائي، تخدير المرضي، اختلاطات تخدير، تسرعات القلب، انواع اللانطميات، انواع الصدمات، انواع حصار القلب. هاي اشياء ممكن نسال عنها، وايضا نحكي عن تخدير المرضي. تخدير المرضي والتخدير التطبيقي نبدا فيه بسرعه. اول شغله نحكي فيها تخدير المسنين، في اعتبارات لتخدير المسنين مختلفه عن تخدير الاطفال او البالغين. مين بيساعدنا فيها؟ أول شغلة هل الوظيفة الكبدية والقلبية والكلوية عندهم مثل الأول؟ طبعا. فحكما نحن أمام إيش؟ أمام أشخاص عندهم تدهور بالأعضاء بشكل جزئي، فنشوف مريض عنده ارتفاع ضغط الشرياني أو مريض سكري، فهون بصير تداخلات ما بين الأمراض. فهي اسمها اعتبارات وتعطى لأهل الاختصاص فناخذ استشارة. فبالتالي خلال المقابلات وأقول لك مريض عمره 50 عام جاءك ليعمل عملية استئصال غرارة، عنده ارتفاع ضغط شرياني وعنده مشاكل على مستوى الانسولين، يعني عنده مريض سكري نوع ثاني، فشو بقول له؟ قلت له اعطيه كذا، تخفض الانسولين، استشاره، تخفض خافض كذا، اطلب استشاره. اذا كانت المشكله على مستوى البنكرياس على مستوى الانسولين اطلب استشاره ضدي، اذا كانت المشكله على مستوى ارتفاع ضغط شرياني مشاكل قلبيه إذا هو مريض مدخن من 30 سنة أو صدري مجال الحجر أو هو مريض ربوي فرض استشارات صدري وآخر شيء اسمه وظائف رئة، بعرف إيش هو زمن نهاية الزفير بالنسبة لهذول المرضى. فالاستشارات شو بتفيد؟ بتفيد بتحديد مشاكل المريض، على أساسها أنا راح أتنور في اختيار الجراحة وأفضل طريقة تحديد ممكن. فأحيانا بعض الأطباء يقول لك يفضل كذا التحديد الفطري. هذا الامر ما هو اللي بيحدده، يعني طبعا ما بيحدد نمط التحديد اذا هو فطني ولا فرجاتي ولا ضيق ولا خدر عام ولا خدر حصار اعصاب محيطيه، انما بيعطيك تنوير او بيعطيك افكار عامه، بيقول لك انه لازم تستمر في الاسبرين، فبيحط التوصيات. فهون نحن بنتطرق لشيء اسمه اسئله بالكوليكيوم عن ما قبل عن الجراحه، واسئله خلال عن الجراحه، واسئله بعد عن الجراحه. فالاسئله الاساسيه اللي تؤخذ قبل عن الجراحه هي اسئله التحضير. فالتحضير شو هي أدوية التحضير؟ هذا ماتيريال الزفايف، مضادات حموضة، ممكن الصدات خاصة جماعة العظميين بس بيحبوا يعطوها في العمليات أكثر. بالنسبة للموضوع هذا مش كمان ممكن ستيرويدات قشرية مثلا، وارد جدا إذا مريض عنده مشاكل كذا. فالفكرة إنه هو مريض ممكن يحضروا شوي بس، فبالتالي بدك تستفهم شو هي الأدوية اللي بياخذها وأين توقف. ايش هي الادويه المقلق فيها طيب مريض له مضادات اكتئاب زي سيك حلقه قبل ايش ادنى عن الجراحه؟ اسبوع قبل من 7 ل 10 ايام. لا توقف، لكن لها اختلاط اذا اعطي معها ايش؟ ميدازولام. يعني انا مريض له مضادات اكتئاب بستمر فيها لصباح العمل الجراحي، في دواء اذا اعطيته فرط حراره خبيث. لا مو فرط حراره خبيث، بصير عنده ارتفاع حراره وتفعيل الجلد بشكل كبير، لانه هي اساسا يعني هي تعتمد بآلية عملها على يعني مضادات خلية المونوكسيداز اللي تستخدم الكتيكول الامينات الى اخره. لكن الفكره انه اذا اعطيت مع دواء ميدازولام بتدين بيخرب الدنيا بكل بساطه. اذا مريض بياخذ مضادات اكتئاب لا يعطى ابدا بتدين، واذا عطى بتدين فممكن تتواجه بنوبه ارتفاع ضغط الشرياني حاد، ارتفاع حراره شديد، المريض عنده ايش؟ مشاكل وديه فظيعه، تمام؟ فاذا لا يعطى مريض ياخذ مضادات اكتئاب ثلاثيه حلقه بتدين، تمام؟ هاي معلومه حلوه. ايش كمان؟ اسبرين يوقف 7 ايام. حلو الكلام. اذا الدراسات ما بعد 2016 سيكون الاسبرين، حتى اطباء القلبيه المتابعين من اول ما يوقفوا الاسبرين، الاسبرين لا يوقف الا في حال كان الوضع بياخذ بشكل وقائي. يعني واحد قال لك انا بعرف انه عمري فوق ال 40 باخذ اسبرين لحالي، تمام؟ فهذا الشخص محطوط له اسبرين، طبعا بشرط تكون جراحه انتخابيه، تمام؟ طيب او جراحه على حيز مغلق، تخيل زراعه حلزون، جراحات الدماغ المجهريه، فالساحه الجراحيه كلها عوضه صغيره جدا، فالاسبرين يزيد النزف، وبالتالي توقفوا اذا اشهر اذا فبتعمل مقاربه. الاسبرين جدا يعني دواء ممتاز للقلبيه ويحسن من البقيات، فالاسبرين يستمر به ولا يوقف. اما الكلوبيد يوقف 7 شهور قالوا لتخدير الشوكه، ويوقف اذا ولو تخدير زياده النزف ومشاكل التخدير العام.
حصلت ثلاث نقاط، حصلت ثلاث نقاط. تمام. هبارين كم نقاط؟ هبارين نوعين، في منخفض وزن جزيئي مثل الانسوبارين مثلا مثل الكيكسان، وفي هبارين ايش؟ غير مجزأ، هذا بيجي 5000 وحده باللتر. فالهبارين غير مجزأ يوقف قبل 6 ساعات. اما الكيكسان يوقف بحسب الجرعه التي ياخذها المريض، اذا كان نصف ملي جرام على كيلو جرام قبل 12 ساعه، اذا 1 ملي جرام على كيلو جرام توقف قبل 24 ساعه. الفكره انه الشخص الذي يستخدم المميعات قبل عمل جراحي يوقف. طيب شو في كمان مميع حام لازم يوقف؟ وارفرين يوقف قبل 5 إلى 7 ايام. والروبر تمام. طيب وقفوا بس يعني بس وقفنا؟ لا ما مثلا يستعاض عنه اسبرين مثلا تكسان صح؟ فاذا يستخدم مدار تكسان قبل الجراحه 12 ساعه مثلا. وفي الروفيرترو او ريفاروكسابان يوقف قبل الجراحه ب 3 ايام. ريفاروكسابان روفيرترو ياخذوا بعض الامراض القلبيه بعض الامراض التنفيذيه. الروفيرترو تجاري اسمه عندنا ريفاروكسابان يوقف قبل 48 ساعه. ايضا صعبان حصلت انت الكتابه فيه. حصلت كل اسبوع. حصلت ايش؟ طيب فالفكره انه ادويه التحضير فبنعطي المريض بنحضره على مستوى الادويه اللي بياخذها وين يوقفها. لازم نعرف انه هذا الدواء يوقف، هذا الدواء لا يوقف، هذا يوقف قبل كذا ويستعاض عمل كذا. هذا الحكي في فتره التحضير. كمان ايش في عندنا؟ تقييم الطريق الهوائي. تمام. هذا الحكي لمن تمام. قيمنا طريق هوائي وعرفنا المريض ما عنده صوت تحاليل وحضرنا امور عميمي تحاليل في بعض التحاليل ما بتفيد في نقطه تفيدنا. يعني مثلا تحاليل روتينيه وتحاليل مثلا مريض مثلا المراره ما لك كثير دور فيها. تمام. بس بهمك بالبيت اللي اليوم بعض الاسئله بيركز لك على النقاط انه مريض عنده مشاكل صفراويه. فبقول لك مريض عنده التهاب مراره او عنده تضييق بالطرق الصفراويه، عنده حصى، شو هي الادويه اللي بتاخذها؟ فهون بتركز على منطقه الاستقلاب والاطراح. تمام؟ يحضروا الاستقلاب والاطراح، هذا الدواء يطرح بالطريق الصفراوي وهذا الدواء لا يطرح بالطريق الصفراوي، يطرح اولويات هاي الامور الى اثرها. من الادويه التي تفيدنا في المباشره اللي بتركز فيها على الامراض هي احنا قلنا انه انماط التخدير او ثالث التخدير مسكن منوم مهدئ، في عندنا مركنات او مهدئات صح؟ فهي 4 عزوات اساسيه نحن بنستخدمها اضافه للمخدرات الشاقيه وغيرها. طيب منومات عندنا كتامين، بروبوفول، ثيوبيتال الصوديوم والميثوكسيتال الصوديوم. كويس؟ فشو الفرق بين الميثوكسيتال وبين ثيوبيتال الصوديوم؟ يعني اثنيناتهم باربيتورات، واحد يعطى عضلي وواحد لا يعطى عضلي. فبدي اسال شجرك نزلنا العضل. يلا سؤال نزلنا العضل شجر هل هي 5 ملي جرام كيلو جرام ولا 8 ملي جرام كيلو جرام؟ ما بينعطى عضلي. ما بينعطى عضلي. نزلنا نفس السيوبنتال. تمام. اذا النازونال لا يعطى عضلي، السبب الاساسي انه هو في ارشو 11 اذا عطى عضلي ممكن يعمل خراج، اذا عطى منطقه قريبه من الشريان ممكن يعمل ايش؟ غرغرينه وهيك تركيبات. فانتبه على نقاط ممكن لك شجره نازونال عضلي 5 ملي جرام كيلو جرام احسن بس لا ما بدنا ناخذ سبب، ولكن ركز انه فيوميتون الصوديوم لا يعطى الا وريده. اما ميثوكسيتون الصوديوم بينعطى عضلي وبينعطى للاطفال الشرجي وايضا جرعه 2.5 ملي جرام كيلو جرام. تمام. اي شفتوا شلون في دروس سهله. مين؟ ايه النازونال التركيز انا بقدم المريض تركيز كنسبه مئويه 2.5%. طيب انا بدي اسالكم بكل بساطه، اعطيتك امبولي فيها سلفات مغنيسيوم مكتوب عليها 50%، قلت لك اعطيها 2 جرام، فقدنا فتحت، اعطيت هاي البوميه 20%. كمان عشان ببساطه بتمسك الرقم اللي جنب منه النسبي، بتمسك النسبه بتدور على الباب، تضربه ب 10 ناتج هو ملي جرام للملي. اذا اعطيتك سلفات المغنيسيوم 50% 50 كم بينها هذا الرقم 50 ضرب 10 500 ملي جرام بالملي. بدك تاخذ المريض 2 جرام كم صار تعطي؟ 2 جرام يعني 4 ملي. بكل بساطه انه انت عندك
فيه بدون الصوديوم. انا سالت انه مناعه نحن التركيز 2.5% يعني كم ملي جرام بالملي؟ 25 ملي جرام. يعني 25 25 ملي جرام لكل ملي، فانا بدي اعرف كيف اوصل ل 25 ملي جرام. فبتجيني الفلاكون يشوف فيها 1500. طيب فرضا 1000 انا اسال 40 ملي. 1000 مثلا عددنا من 1000 ب 10 فحصلت على تركيز 100 100 ايش؟ ملي جرام. حصلنا على تركيز 100 ملي جرام هي 10 ملي. فانا بدي امدد الامر ل 4 اضعاف. تمام؟ عنصر بمددها يعني اذا بدي امدد الفلاكون الناس بنات لل 40 ملي بيحصل على تركيز 25 ملي جرام لكل ملي لتر اللي هو 2.5 ملي جرام لكل ملي لتر اللي هو 25. تمام؟ بكل بساطه انا لما بدي اقدم الناس بنات وريديا لازم يكون في تركيز مخفف بسبب بدي يخلص من التحرير. شلون بدي يخلص؟ ممكن نوفر التحريش. ايه هو بيخرج بدي يخلص من التحريش بروبوفول مثلا. شوف سبب بدي تعيد. شلون بدي اقدم المريض؟ نحن مريض بس الجرعه واحد للواحد ونص ملي جرام كيلو جرام. حسبناها طلعت معي 60 ملي جرام. مسكنا 60 حطيناها في الوريد. ويفضل عمليا قبل الحقن ان احبس شوي في يعني القسطره هون احبس شوي واخذ الدكاين دقيقه مثلا او اقل شيء كذا بحيث اضمن انه الدكاين اللي اعطيته ما يكون تمام. يعني زي صار بيت تقريبا. فبكل بساطه انا الناس دونال جرعات البوليه طيب ما بصير بخلطها معاه؟ 4 5 في مرة بنوصل ل 8 طبعا. تمام؟ طيب فالفكرة ان احنا عندنا أدوية مباشرة. شوفوا استطلنا كثير لك عم في تحصيل لازمة. في إفادة؟ طيب استفادة؟ طيب إذا قلنا انه انا اعطيت أدوية المباشرة اللي هي منظمات ذكرنا الناس دمال، واهم اعتبارات انه بيشنج الطرق الهوائية، بينزل الضغط، يثبط القلب، ممكن يثبط النبض وينزل الضغط. مش كمان هو احد الادويه الهام مضادات الاقياء اللي هو بيمسك قاطع دماغ. شو بنزل فيه؟ بيطب قاطع الدماغ فهو بيفصل شبه يوصل الكهربائيه الدماغيه. فهو المفضل في حالات ايش؟ مرضى اللي عندهم صرع. طيب ننتقل لدواء ثاني نشرحه بسرعه. كيتامين هو منوم. طيب الكيتامين ليش يستخدم؟ لا لتنويم الحريم والبروبوفول لتنويم الاطفال والميدازولام لتنويم الاسلام. تمام؟ فهيك حسنا نفرز عم نمزح. لكن الفيتامين هو منوم نسبته 20% مثل التسكيني. تفضل عن مصدر حروق. تمام؟ فالحالات السريريه يعني هي عباره عن تطبيق عملي للمعلومات اللي بتدرسها بالتدريب. جاءك مريض حرق 10% والحرق يشمل مناطق التنفسيه. تم ترتيب المريض والمريض راح يتعرض لضمات يوم. فشو افضل منوم تعطيه؟ الفيتامين. طيب البروبوفول شجع تسريب الفيتامين. تسريب الفيتامين. عملت شيء موجود في كتاب التفكير. الفاز الثاني 15 8 ميكرو جرام كيلو جرام في الساعه. شجع تسريب البروبوفول 200 200 ل 250 100 ل 200 ميكرو جرام كيلو جرام في الدقيقه. طيب صحيح بروبوفول 200 ما فيش ركب وجرعه 3 ل 4 ملي جرام كيلو جرام في الدقيقه الساعه. نفس الشيء. نفس الشيء. فهو نفس الشيء بس اذا 100 ل 200 ميكرو على كيلو دقيقه 3 ل 4 ملي جرام كيلو جرام في الساعه بالنسبه للبروبوفول. وايضا جرعه الوريديه العاديه هي 2 ملي جرام 2 ملي جرام على الكيلو جرام. تمام؟ هذا مزاح بكتب يعني ما مجرد تمام. بكل بساطه انه البروبوفول جرعه مباشره جرعه تسريب. فيتامين جرعه مباشره هي 1 وجرعه تسكين فيه هي نص على الكيلو. تمام؟ مرة صاحبي هيك على الجناح اليوم عم نعطي المريض كل شيء ما بتسكر مش عمليته تحرير المفصل في الجراحه. عنده انكسار حرروا لي يا جراحي. قال لي هي اخذ مورفين يعني مرض الجناح اقصى شيء ممكن يعطيه في الجناح غير مورفين وعطى مثل كم سنتي مادة ما تسكر فيه. بدك تريح راسك شو بتعطي؟
تتوقع 5 ملغ كيلو جرام فيتامين تترك ايودين وشهرين كيلو على الصوره واحد. ممكن اذا بدك تعطيه في العمليات او تعطيه لمريض بدك تقدر له تسبقه بنزودازيبينات اللي هو ميدازولام او ديازيبام. هي بيعكس هذا. طيب فاذا قلنا احنا خلصنا الفيتامين، خلصنا البروتين، خلصنا المسكونات ورحنا على كيتوميدات جرعته 0.11 ملغ بالكيلو جرام. شو هيك يميز الجوهري بالفيتامينات؟ مرتبات التقدير والتنفسيه، فهو يعني اذا قلنا انه افضل مكان يستخدم فيه الجراحه. هو في الثاني. اغلب الافيونات تحافظ على ثبات القلب والعقل. طيب رح نراجع الجرعات سريعا على شكل جداول. شغله مفتوح وضع السلطه. طيب جدول رقم 1 بالنسبه للجرعات هو الجدول اللي بنسميه 1 2 بغض النظر ميكرو او ملي جرام. بس اكتب 1 2 تعالوا نسترجع المعلومات سويتها. 1 2 فيتامين 1 2 فيتامين بس ايش؟ ميكرو. طيب 1 2 بروبوفول. طيب فيتامين السكسونين 1 2 طيب بيتيدين كمان 1 2 طيب الهيدروكورتيزون 1 2 25. تمام. اذا صار عندنا بيتيدين صار عندنا فيتامين سكسونين بروبوفول تمام. فهذا الحكي نحن نقول 1 2 صح؟ طيب نجي 0.1 0.1 ميدازولام بروبين للاطفال. ميدازولام ديازيبام بس هيك زيدوها 0.1 0.3 ضيف الديازيبام صح؟ ميدازولام ديازيبام وش كمان؟ افيدرين ايش كمان؟ سيس اتراكوريوم صح؟ انا 650 متر. بين الهي والهي يعني بين ال 0.1 0.2 هو ال 0.1 اولا دراسه ما في مجال يعني دراسات ما بحكي على الواحد مشان ما نتلخبط. حطوا 1 2 جدول واحد وجدول ثاني يسموه 0.1 0.2 وجدول ثالث يسموه ادويه اخرى. هي خلصت جرعه ادويه تحذير شائعه بكل بساطه. طيب 0.1 0.2 نرجع نعيد مورفين ديازيبام ميدازولام افيدرين سيس اتراكوريوم شو كمان؟ تسريب. طيب الادويه الاخرى عندنا اتراكوريوم شاد نص الروكورون تمام. شو كمان؟ نزلنا هلا حكينا 85 كيلو صح؟ والليتوميدات راح مع الجدول اعتبروه 0.6. هيك نحن راجعنا جرعات ادويه التهديد بكل بساطه. طلعنا في مدرات انشائيه تمسك الهلوتان بتحطوه ماركه مباشره 1 2 مع استمراريه 0.75 هلوتان دوران 2 3 والاستمراريه هو 1.2 مع الاستمراريه. طلع عندك السيفو شبيه بالايزو 1.5 بس تمام. هيك هو تقريبا خلصت من جرعات ادويه التخدير الشائعه تمام. هلا رح نسال عنها حكما ان كان من نظر او العمل. بقول لك انت بدك تعطي نسبه مين شجره؟ بسم الله فصوله 30 ل 50 متر كيلو 30 ل 50. طيب اكتب فيه نفس العدد 10 30 ممكن تعطيه للبالغ نص ملي جرام وتكررها. قبل ما تعطي نسبه مين تسبقه؟ او مع او يعني الاول عاطفي او سابق قال او سكوبولامين او لكن نرجعته هي احفظها 2 6 10 مين 2 مين 6 مين 10 سكوبولامين الاتروبين 10 تمام. مين 2 مين 6 2 سكوبولامين هذا 6. طيب نجي للفروقات بين هذه الادويه كيف يتفرق بينهم؟ اتروبين تاثير قلبي ايه في عندك جيب وين حط الجوال ماي معلش يمشي
يمسك جوانب. اي اتروبين قلبي اكثر تاثير. مين اكتشف سرعه القلب؟ مين اكتشف لك الافرازات؟ هلا الكبرولات. طيب مريض فرط نشاط ضرب ايش تعطيه؟ سكوبلامين او بلايكوبرولات. طيب مريض فاتوش الشرياني؟ بصير كيف؟ طيب الفكره انه المفرزات يعني فرط افراز اللعاب تسريع القلب. فبتجي لك شو هي المشكله؟ هل المريض عنده فرط نشاط في الجهاز الودين، ما فرط نشاط ضرب، فرط نشاط كذا كذا الى اخره، فما بتقرب على الاتروبين، ما بده قطعه الاتروبين. تمام؟ الاتروبين هو من ادويه التحضير، من ادويه الصحو. ادويه التحضير ليش؟ ادويه الصحو برضه ولكن استخدامه مع المستخدمين بغرض ايش؟ معالجه التاثيرات المبهميه النظيره الدين اللي تسببها مستقبلين ضد استخدام. تمام؟ بالعكس. طيب انت مريض بخير على التكوين ليش اعطيتني مستخدمين؟ مضى الساعه وراحت التكوين مشان اعاده التوزيع اعاده التكوين ما جاب قرار يعني دونه مستقيم. يعني التكوين مو ما في قرار حتى الجراح بقول لك قرار انه بس ارضى ما تحكي لها حد التركوله مش التركوله ما في عكس قرار ما في بصير منعكس. طيب انا اذا بدي اعاكس على بعض المستخدمين شو الغرض؟ يمكن سنجاوي انا اعطي المستخدمين للمريض واعطيته تركوله لمده نص ساعه وخاصين مده. طيب مشان نجفف المفرزات وهاي انه اذا اعطينا فاذا هي تحسين صح تحسين حركه الامعاء المريض يتنفس لاحقا بعد بشكل اسرع، تحسين التنفس او تحسين جوده التنفس. المريض اذا تنفس سطحي يصير تنفس اضبط فهو بيحسن من الصحه. عرفت شلون؟ بيحسن من الصحه. ماشي. طيب حكينا بشكل عام هلا نراجع الاشياء الاساسيه. تخدير مسنين تحت اول تخدير مرضي بشكل عام تخفيف الجرعه بالنسبه للمسنين. استشارات مراقبات بتفحص اعضاء الاساسيه وظيفه كبديه وظيفه كلويه وظيفه قلبيه وظيفه تنفسيه. خلينا امورها جيده بتحاول تقلل الجرعات اللي تقدير اقل ما يمكن تحسن تعطيها. يعني بدل ما تعطي 2 ملغ على الكيلو جرام بالقرور تعطي واحد على جرعه واحد اثنين فبتبدا بالجرعه الدنيا. تمام؟ السبب لانه اساسا يعني ما عنده انتاج البروتينات في الشاب وادويه تحديد قدره البروتينات وبيظل الجزء حر منها فلها تاثيرات سميه اكبر بتنزل ضوء اكثر الى اخره. تمام؟ زائد بالنسبه لتخدير البحث اللي بعده تخدير مرضى التنظير. شو في اعتبارات اساسيه لتخدير مرضى الجراحه التنظيريه؟ جراحه تنظيريه يعني وين على المنطقه غالبا؟ بطن اما نسائي او جراحه عامه. كلمه نسائي يعني انت عندك ايش؟ وضعيات. وضعيه ترانزنبرغ مع وضعيه نسائيه. اشتغلوها جماعه نسائيه كثير. تمام؟ اما بس جراحه عامه مراره فلك عكس ترانزنبرغ مع ايمال اليسار يعني خد الامعاء على اليسار بدي تساعد بدون اوضاح. الوضعيات اللي بتشتغل في الجراحه التنظيريه الى اثار هيموديناميكيه على الضغط. ولا اثار على التنفس. كيف اثار على التنفس؟ ما بيحسن تجاوب. شيء يعني في ضغط استجابه الحاجز يعني ايش المشكله عندي اذا عم تنظير تمام فانا ممكن يصير ضغط احجاب هذا بسبب الغاز ضمن الضغط. يعني 16 سم يعني بكل حجم الباطن. فنفخ الغاز في البطن ممكن يغطي على الاجوف السفليه صح؟ على الاجوف لا على القرش. ليش على القرش؟ يعني كنا احنا مغيرين عليه. فمقاومه الشريان على فيك تطلع ضيق اكبر اما الوريد ممكن اصبعتك عمل هيك ضغطه. فضغط الاجوف المحرك بنفخ التنظير ممكن يعمل لك نقص انتاج قلب بنفس الوقت. تمام؟ شو حل الموضوع؟ حتى لو مية ما استفدنا شيء. نعطيه تربي مشينا البطن. خلاص انه يعني خفف ضغط البطن او يعني الجراحه. ممكن تنهي التنظير يحول الجراحه حسب الحاله. فالفكره التنظير بيأثر على وظيفه التنفسيه كيف؟ يعني انا بحسن اخدر المريض قطني وارفع مستوى الحصار علي المريض راسه نزل راسه على اجريه ويصير تحكير له. طيب كمان بس ما بحسن تشتغل تنظير على هذا الموضوع. السبب؟ لانه بيجي يتصرف كمان سي او 2 لا مو عم يصير نفخ غاز في البطن ما بيضغط حجاب الحاجز ده بيحدد من الحركه التنفسيه بيعمل اساءه لوظيفه التنفسيه تلتزم اكسجين. بكل بساطه لازم تكون مريض المنبه يصير له رجال نص تصير ما بصير فبالتالي انا لازم اكون منبه مريض
محطوط على جهاز تهوية. شو الاعدادات الاساسيه لهذا الموضوع على جهاز تهوية؟ يعني في هيك معايير اساسيه، شو هي المعايير الاساسيه؟ افرق الحجم شيء الجاري اساسيات لهذا بالنسبه المرض. للقيم اللي بنشوفها عند جهاز تحديد المركزي. الحجم الجاري الحجم الجاري فينا نتحكم فيه، فينا نتحكم اذا قلبت النظام على الضغط فينا نتحكم. طيب اذا حجم وضغط ايش كمان فينا نتحكم؟ زمن شيء التكييف، عدد زمن شيء نتحكم فيه بالتنفس. بعد كده جهاز تكييف، شو عدد مرات تنفس؟ الاخوه اثنين صح؟ والبيب وال شو اسمه؟ لا هو شو اسمه نظام حماية الرئة. شو اسمه؟ مو في ماكس. احد انظمة حماية الرئة اللي بيمنع الضغط ما يطلع فوق 30. ضغط الصفحة في اي بي اشياء مسحوك كان. صح. لا ما شو اسمه اذا انت اعطيت حجم جاري 500 فهو بيوصل لضغط 30 ما بخليه حتى لو اعطى حجم 500 الفي ماكس نسيت المصطلح. تمام. لا مو نظام، هو بغض النظر الفكره انه انا فينا في نظام حجم نسبه شهيق، عفوا نسبه الغاز، نسبه تركيز الاكسجين المقدم في الشهيق، وايضا عدد ما التنفس والبيب. طيب فانا بالنسبه لموضوع رجعت نظري شو بدي اعمل الاعدادات؟ يعني بشكل عام لكم مثال مره ثانيه ممكن تستاذن نقلل شيء وزيد شيء. حجم جاي نزيده ولا نزيده؟ نقص ولا نزيده؟ نزيده مشان نعمل احصائيه. لازم نزيده، لا اذا زدنا نعمل احصائيه فما نزيدش، فاذا ما نزيده بننزله، اذا عملنا 500 نزله 450. انا ايش تعوض انا هذا الموضوع؟ بكل بساطه فلازم نقلل حجم الجاري نزيد الار حرف. سؤال مقابله يجاوب فني او خير اشياء الى المنفسي مكتوب حرف اف. هلا فريكونسي ايش يعني فريكونسي؟ سكن والله هيك صار اخر. فما قالوا نعرف التنفس، لو قالوا كان عارف الانجليزي وما عارف شو. ايه هو عارفها فريكونسي بس ايش يعني فريكونسي؟ توتر على التنفس. فالفكره اللي بوصلها بالنسبه لاعدادات الاساسيه يعني نقطه جرح تنظيري. ايضا نقطه جرح تنظيري لازم ننفذ، يعني ما بشي حالة على الاداره الجنس مباشره عاديه مثل اي مريض ثاني. منوم مسكر مخرج ومخدرات انشائيه وادويه صحويه. ننتقل لبحث تخدير الاطفال. الاطفال كاعتماد اساسي عندهم اول شغله حجمه صغير عندهم بالنسبه له وزن صغير، لكن بالمقابل ايش؟ نسبه ضياع الحراره اعلى. فضبط الحراره اهم عند الاطفال صح؟ ضبط الحراره اللي هي نفس الشحمه تقريبا عندهم. عدد تطور الانس شلون يعني؟ فكرة انه الادوات الصغيره، التعامل معهم حساس، اضافه الى ضياع الحراره عند الاطفال، عدم قدره معاوضته للنزف والتسرعات اكثر، تمام؟ فلذلك التعامل معهم بيكون سهل، ولما نركز على دراسه تحليل الاطفال نركز على الادويه المستخدمه، اغلب الجراحات، تمام؟ ما كنا في وضعيات يعني ما في شيء اسمه خرج من باب الطفل على السر من باب بشكل كبير ما لازم بالغ، لانه ممكن كل الادويه تحصل على نص الطاوله او ربع الطاوله، تمام؟ فهي بالنسبه لتحليل الاطفال. في عندنا تحليل اللوزات في اعتبارات اساسيه. فرضا انا عم اسالك انه هذا التيوب بصير لجراحه اللوزات ام لا بصير؟ واعطيك تيوب من دورنا ما بيصير. طيب اذا اعطيتك التيوب على قد لمعه الرغاوه بصير؟ ما بصير. حصر السبب هذا الحكي ينطبق على الجراحات كلها. فالتيوب المستخدم جراحات على قوه حلزون بحلزون، يعني التيوب محزن او ما هو محزن، تمام؟ في سؤال هام بالنسبه جاوب عليه ب 10 عجلات معهم 10 عجلات. انت حكي مركزي بخمس علامات ولا سؤال 10 10؟ ايه ما بعد قالوا الحساب بالدرهم والكلام بالقنطار. فعندك اساليب لتقديم الاكسجين للمريض. هاي الاساليب فوق مزماريه تحت مزماريه. ايه او فوق مزماريه تحت مزماريه. ايه تمام؟
مين بيقول لي إيش يعني فوق مزمار تحت مزمار؟ تحت مسمار ما هذا هو السؤال بس لازم تجاوب. فوق مسمار. هو السؤال ما نستخدم أساليب قدم فيها الأكسجين المريض بس فوق مزماري. لا حنجري. فوق المسمار ماسك الماسك مع الأنبوب. الكومبيوتر تمام. طب الشكل انتفاع عشان يسكت. إذا مسك سألك سؤال في التليفون عملي قال لك هذا فوق مسمار ولا تحت مسمار بتطلع. إذا شفت تيوب أو أنبوب عزل الرئة أو أي خزع رغانة كل شيء بيدخل جوا تحت الرغانة، كل شيء غيره فوق الرغانة. سهل ولا صعب؟ خلاص ترجع للعشرة. الفكرة إنه أنبوب رغامي، أنبوب عزل الرئة، ونجيب خزع رغامة أو قطر. هذول الثلاثة هن تحت مزماري، يعني تحت مستوى الحبال الصوتي، وهذا البقى كله فوق مزماري، فهيك فيك تحصل هاي الأدوات اللي بتستخدمها المريض. هاي طبعا السؤال عن الأستاذ أي بالنسبة للمعدات التحكيم. طيب التخدير تخدير فوق الجافي ببساطة مثل ما حكيت أنا أسعى موضوع التخدير فوق الجافي بضيف عليه شوي صغير. لا ليش نصفه؟ هذا نصفه أكثر من هيك بتشوف الخطأ. في فيديوهات تخدير فوق الجافي شوفي تسمي مصلحة تمام جيد جدا، لكن الفكرة انه انت عندك بدك تقدم للمريض مخدر بدك تعطي لكل شيء في 1-2 مليلتر من المخدر الموضعي بغض النظر عن التركيز، لأن التركيز بيعتمد على جودة الحصار وجودة الاستخدام. يعني جودة الحصار يعني مخدر فوق جافي حتى تسكن ألم مريض وراء. مريض عنده ساركوما عضلية في اجره ومتألم بشكل فظيع ما بينفع معه التحكيمات وما بدك تحوله لمدمن ممكن تحول أكثر. فشو التركيب لهذا المريض؟ خدرنا فوق جافي وأعطينا تركيز أقل وأعطينا حجوم محدود. فالفكرة بتخدر فوق جافي عندك عاملين أساسيين شيء اسمه حجم مع تركيز. حجم وتركيز. مثل كاسة شاي حطيت فيها معلقة سكر فصار عندك 100 ملي شاي مع 5 جرامات سكر أو مع السكر. تمام؟ فالحجم كذا والتركيز كذا. جيد هالكلام؟ بالمقابل أنت فيك تعمل شاي دلعة وتزيد إيش؟ تزيد مي بس تصير باردة تشربها بسهولة. زيد مي، إذا زدت الحجم وتركت التركيز مثل ما هو راح يتقسم التركيز على الحجم. ليش عم بحكي عن الكلام؟ لحتى نوصل لمعلومة إنه عندك فيك تستخدم ملي نص بالمية، فيك تستخدم 2% لكن ترخي إجرين المريض وتغيب عنده أي إحساس وأي ألم، فأنت بالحالة هاي عندك علاقة مثلا استخدام الصلوري. فاستخدم ملي 2%. بينما أنت مريض إنه حكينا تسكين عنده مشكلة في الإجر بتعطي نص بالمية. الحجم بغض النظر عليه لكن عم يهمك التركيز مشان جودة الحصار. طيب تخدير فوق جافي يعني ابرته هي يعني تدخل في القسطرة، فبالتالي دخلت القسطرة لك تعرف شو رح تعطي. هناك ترفع مستوى الحصار فما لازم ترفع القسطرة، ترفع مستوى الحصار بالحجم. يعني شفت فيه واحد هون جودة الحصار مثلا للإجرين بس، أنا بتساوي الإجرين مع الجزاء لوين برفع الحجم؟ مش مهم. طيب أنا رفعت القسطرة ولا الحجم؟ حجم، فأنا بزيد الحجم بعطي هذا الحيز أكثر من السائل الذي يحوي المخدر الموضعي حتى أحصل على هذه النتيجة اللي هي إيش؟ هي تسكين أو تخدير. شو الجراحات اللي فيني استخدمها أو فيني أشتغل عليها؟ شو الجراحات اللي فيني أعمل عليها تخدير فوق جافي؟ ولادة فينا تخدير فوق جافي رقبي؟ فينا. الجراحة غالبا هي جراحة الثراء. فينا تخدير صدري؟ فينا وجراحات الصدر والبطن. بطني مستوى البطني. كمان فينا وهي الجراحات الشائعة بتصير قيصريات وقائلات. فينا تخدير عجوزي؟ فينا ولكن غالبا هو شائع تحت سن 5 سنوات فصار اسمه تخدير زي الأنفودة ويستخدم عند الأطفال. تمام؟ فالتخدير الذيلي هو نفس التخدير فوق الجافي لكن المستوى زي مستوى عجوزي. فيك تستخدم التخدير فوق الجافي بكل المستويات الفقرية زي البطني لحتى تحصر جذور أعصاب طالعة من النخاع و يعني تزيل المنطقة اللي يجرى عليها الجراحة من الألم بشكل عملي. تمام؟ أصغر عمل فيك تخدير في سباين. مين بأيد هذا الرأي؟ كل أعمال معقولة طفل عمره شهر بس خدر البطنين مش حلوة شيء؟
طيب شو الفرق بين البذل والتخدير القطني؟ بس حقا العلامات المخدرة. فإذا حديث ولادة فيك تطبق فالأعمار فيك تشتغل عليها، لكن كثير من الجراحة كثير من الاعتبارات موضوع الضغوطات ما بتشوفه عند الأطفال، يعني بتشوفه عند بالغ تقدر من القطني بس الضغط ما بتشوفه عند الأطفال، لأنه البالغ أو الجسم عنده بتصير خزانات الدم. على عكس الاطفال لسه ما بيكون في عنده دفاع على هاي الوضعيه او صغيرين كل حجمه الدم عنده ما يطلع 8 تمام؟ هيك نحن عرفنا معلومات عامه. في سؤال تحديد جاكي؟ تكنيك اجراء او اسماء او معدات كذا تشوفوا في شيء مهم. عدد شباب يعني في صوره وجود في كتب تقدير شخص هيك عامل في مستويات قطاعيه، قطاع مثلا تعصيب الركبه من الوسط، تعصيب المنطقه العجزيه مثلا من الاعصاب العجزيه الستيه. فهذه القطاعات انت بتعرف انه انا بدي اشتري عمليه في هذا المكان فانا لازم احصر هذا المكان، فبدي ادخل من ال30 من القطاع ال30 بدي اوصل لل1 في عندي كم مستوى؟ 30 فبدي اعطي قد 6 ملي لتر هنا اللي ذكرناه. طيب اسماء المخدرات الموضعيه مش قلناهم. طيب كائن ولا ما كائن؟ طيب مين هو الاسم العلمي هو الاسم التجاري؟ كائن تجاري. طيب ايش يعني كلمه ايه؟ سقيف. ايش يعني سقيف؟ طيب هو ثقيل فموريده عالي او موريده عالي فهو ايش؟ ركز تحت اكثر من المانويدي، فالموضوع بيعطيك شويه امان للتعامل بالنسبه له. هلا في مباريات للكائن مربوطه مع الاكستروز. يشرب الفقط. ايه. بس لما يوصل الاتصال يعني في شيء اسمه مطب او في عمود فقره تشريحيه على شكل الفقرات الصدريه ما بتكون ساويه، بتكون هيك صح؟ فهو بيوصل للدي 8 في 10 في 7 بتوصل يعني اقصى حد ممكن يوصله للدي 4 الصدريه الرابعه، لانه الدي 4 فوق سبحان الله بتعصب القلب، فاذا وصل الموضوع لفوق الدي 4 فبصير تخفيض قلبي، يدخل المريض بحصاش انتكاري، بصير تصفيق قلبي، فالمريض يعامل معامله صفر قلبيه بالحقيقه. طيب الفكره انه انا بدي اعدل الوضعيه، يعني انه اشيل الاشياء اللي بتحسن او بتسرع او بتغير من مكان الحصار وترفعه، هذا المشروع. طيب الشخص اللي درجه تحت او لفوق تفرق؟ لا اذا حطيت ساعه فوق بيفرق؟ بيفرق اذا اعطيت مقدم موضعي في جلوكوز ولا ما في جلوكوز بيفرق ما بيفرق. طيب المستوى اللي انا داخل فيه بيفرق يعني وضعيه اذا مسكنا يعني احيانا جماعه جماعه الجراحه العامه لما بتخفف لكم مريض قطني لا صدرات يقولوا كيف؟ بنخدم بالعكس بتخدم نص الطول. هي مسحه ما في شيء، لكن الفكره وين؟ انت اذا عندك وضعيه بتغير مستوى الحصان تمام؟ طيب اذا خدمت مريض قطني منين على جنبه ايش بيصير؟ قطني مستوى الأربع خمسة قطنيات والممتازين، بس عندك عملية مفصل ورك ايسر تمام؟ وين بتنيم المريض؟ على يمين ولا على يساره؟ على يساره. طيب ايش بصير هالمحركات؟ بزيد الحصار وقوته على الطرف الايسر اكثر من اليمين، هل يعني انه التحليل اليمين ما بيقدر؟ بيقدر يعني كنا احيانا نمزح مع موضوع تحليل الحصار الكبير بعد ما خدمت له حجي وين عملت يقول يسار، لا يا حجي خدمنا لك يمين، الله يسامحكم خدرته اليمين هو بيتخدر طرفين صح؟ فالتخدير اليمين والتخدير اليسار في بعضهم اذا ميت المريض اكثر على الطرف اللي ميت فيه فبصير في نسبه وجود وقوه حصار اكثر على الطرف اللي ميته عليه تمام؟ هذا حكي بالنسبه لايش؟ تخدير الاسبوعين صح؟ جرعه تخدير اسبوعين حسب الدواء اذا بدك اياه. طيب ماركه اي؟ 5 10 15 20 10 15 عليها 15 10 12 ونص بالنسبه لمين؟ للبالغين 10 ل 15 ماركه اي، وممكن نعطي 10 للحوامل القيصريات تمام؟ ليش؟ لانه بصير في ارتفاع مستوى الحصار والمسافه اضيق، كيف مسافه اضيق؟ انا عندنا حمل وضغط بهذا الشكل على القناه الفقريه فيرفع مستوى الحصار، فالجرعه اللي تعطيها
اقل حتى توصل لنفس مستوى الحصان بصير عند بطن الطبيعي. تمام؟ هذا الحكي بس مفتوح على البصريات. اي شخص عنده مسنين كده تمام. طيب في سؤال تحت جافي او تقدير بالنسبه لنا؟ يعني واحد اثنين بالنسبه لجرعه الاختبار شوي الفوق جافي. هذا شوف في مراجعه لفكره مراجعه حدث. انا كنت استخدمها كثير لكن مؤخرا من الافضل ان تكون سيراميكا. الفكره من جرعه الاختبار هو اللي بقى واحد مسلمين مع النارين واحد عم هذا اذا داخل في وعاء بحيث داخل جيب وريده يتسرع عن النقطه انك اعطيت ايش؟ اعطيت محتوى محدود في الدكانين. طيب اذا انت داخل صبايا بعطي واحد نص دقائق بدك تقدر المريض بسرعه فوق جافي يطول حتى يبدا. فاذا ما صار لهذا ولا هذا انت فوق جافي. هي جرعه اختبار تمام؟ انه بعبر عن انت بالحيز وهو بالاشكال. اللي لغاها قال انه ممكن اذا انت حكمت وريد مريض مسمى عنده مشاكل قلبيه احتضاريه شرعت له نبض بدا بالانشاء او السترويد. فهي الفكره هي جربت ولا شغله؟ شو هو؟ شيء جميل بالجسم. زي قيسوا على الكيلوغرام. إذا زي نص ملي لتر لكل كيلوغرام. بتلاقي عند الأطفال نص ملي لتر لكل كيلوغرام. شريطة أن يزيد الحجم اللي أنت عم تقدمه عن 20 ملي لتر. سلام الحين دخل بثلاث سلاسل فغالبا بحيث دخل بعقل شوي بالصعب. حتى نحن لو خاطين جاهز يطلع سائل ما نشوف اذا جاهز جاهز واذا ضرب الوعاء انا احيانا ساحب من تصاطج من تصاطج الابيورال عامل سكشن طالع دم. الطبقات اول شيء الطبقات سؤال هام سؤال دوام. اول شيء الجلد تحت الجلد بعدين من الشمس بعدين الخط الشوكي تجيك شويه عضلات بعدين رباط الاشواك بعدين رباط الاشواك بعدين الرباط بين اللمنه وبين الصفائح الفقريه والرباط الاصفر اللي بيجي بشكل خيمي بالشكل هذا. بعدين حيث جافي بعدين جافي بعدين يصير ضمن التراب. فمين بعيده؟ جلد تحت جلد بصير شحم شوية عضلات رباط فوق الأشواك على سنتين بعدين رباط بين أشواك بعدين رباط هيك بنكون احنا وصلنا هيك سمجات. لما نخرق الرباط الأصفر عمليا بنحس بطبطة. بعد ايش؟ حيث مقدار 2 سم يعني 2 مللي غير 5 مللي حسب تمام؟ بعدين خرق جافي بعدين يوصل للتراب يسحب يطلع سلسل تمام؟ لازم القسطرة. بالنسبة للقسطرة أنا دخلت بالإبرة ظهر المريض صح؟ لما بدخل بالإبرة ظهر المريض هي اسمها إبرة أنا بدخل شيء اسمه مسافة أمان قطرها 3 سم يعني إبرة هي بتجي ألوان خطي أسود خطي أسود خطي أسود اللون شد الضوء اللون الثالث صح أنا فوت 3 ألوان يعني كم سم؟ وين فوت ظهر المريض إبرة وين بتكون شفتها؟ على الجنب مشان ما اسمه مشان ايش؟ ما يصير في الم عشان ما ادخل بين الالياف بشكل عاطفي فاقطعها تسبب الم مزمن بعد التخدير يعني المريض بيروح الم عملي وما برجع تمام؟ فالفكره انه هون انا بدخل 3 سم مسافه امان بعدل الزاويه تبعيه شو اسمه وبلش بدخل مع اختبار تحت الهواء او اختبار قطن معلقه. بس التخدير القطني فوق الجافي
الضغط السلبي الحيز فوق الجافي فيه اقل من الصدر. على الصدر في اتصال مع جوف الجنب وجوف الجنب ضغط سلبي، فالفكره ان انت اذا تدخل مستوى صدري فوق جافي شو بتدخل؟ قطره معلقه. تعرفوا قطره معلقه؟ لا. طيب خليكم معي، راح اعتبر هاي كتن بروبوفول صح؟ شو هاي؟ بروبوفول. في وانا عندي جلدي صح؟ جوا الجلدي حيز وبرا الجلدي حيز هو الجو الضغط العام. ضغط الجو النظام صح؟ لا. مسكت سرنج 10 ملي لتر دخلته جوا الجلدي، طبعا الامبولي تبعت البروبوفول تلاقوني فاضي. نحن نستخدمها للبهارات يعني. مين ما استخدمها للبهارات؟ هاي اللي شيء مشروع يظبط. فالفكره انه تبعيه البروبوفول مسكنا ركبنا السرنج جوا الجلدي، سحبنا 10 سم هواء وطفات بس سحبته طفات. فايش صار الضغط ضمن تلاقوني؟ سلبي الضغط برا فصار في عندي ممال للضغط ما بين ايجابي وسلبي. مين عم يمنع انه يصير في وصول؟ الجلدي الموجوده وين؟ فوق الناس. حلو. ايش بستفاد؟ بس دخلنا الرباط الاصفر بس براس ابرته هيك خلطه الرباط الاصفر صار ممال الضغط. جوا شو الضغط؟ برا الضغط ايجابي. فانا حصلت على ايش؟ على سير مجال الضغط. راح يسحب الهواء. انا الهواء قالوا شوفوا بعين مجردي بدي شيء شوفوا ايش بحط؟ القطره ايش القطره سيرو. وين بحطها؟ راس صدري راس ابري بحطها بحيث ما توقع يعني بحيث شوفها وبدخل شوي بس نزل. طيب انا لما بدخل سم نص سم لا ملي نص سم يعني 5 ملي 5 ملي تمام. وصلنا حيث فوق جافي خلقنا الرباط الاصفر. ايش صار عندي؟ بهالشكل هيك نقطة المعلقة. هذا الصوت او هذا الشيء بتشوفه فاتت القطره. طبعا مو بهي القوه لانه فرق الضغط مو كثير كبير. فانا بحكيك التطبيق العملي بالمشفى روح بتصب لبن بروبوفول بعد ما تكون فاضي لا تكبها اسحب منها هواء بعدين جيب راس اللي يحط فيه مي واعمل هيك كل شوي شخصي تمام. فهي هي القطره المعلقه. هو اختبار تشخيص اللي مع عرفت انك صرت وين؟ حيث فوق الجافي. هذا بحكي بالنسبه للتكليف فوق الجافي باختبار قطره معلقه. ايش الاختبار الثاني؟ شائع اختبار فحم الهواء بسرعه عاليه الحساسيه تمام. فبتمسك كمان تفرش هواء بشويش لحتى تخرج الرباط الاصفر. وبعد منها بصير بتزول المقاومه. بس زادت المقاومه بشكل كامل انا عرفت حالي صرت حيث فوق جافي. بس انا ممكن يكون في وعاء ممكن يكون حيث فوق جافي ممكن يكون تحت التراب. تحت التراب بيطلع سائل جوان الشبكه. اذا انا ضمن وعاء فبيطلع دم او انا اذا عملت سكشن بيطلع دم. واذا حقنت هواء على حيز فوق جافي مضبوط ولا لا؟ مضبوط. فاذا حقنت هواء على حيز فوق الجافي بحصل على انه ما في مقاومه ودخل هواء بشكل هيك. فيني احضر هواء شغله بدي؟ لا. السبب طيب انا اذا عبيت هاي مي وعملت هيك مشكل ايش صار عندي؟ فوق عوجلها فقاعه. طيب انا ممكن يصير عندي فقاعه بحيث فوق جافي بكل بساطه. ليش؟ لانه انا مسكت عبي بسرنج تغذيه وتفرش هواء عبي بسرنج تغذيه وتفرش هواء. اخر شيء اذا بتحكم دواء فما راح يوصل لبعضه. فحصير عندك اختلاط لتكليف فوق جافي بس اسمه تخدير مقاعد او البقاعي. بقاعي تخدر مناطق ومناطق. بس السبب انه في عندك بوبلز او هواء محيط بجذر العصب عم بيمنع وصول الماده المخدر الموضعي لجذر العصب مع الخليه تخدر. وصل؟ في اي سؤال؟ دكتور طيب موضوع التخدير الشوكي يعني بدون تراب وفوق الجافي بس شو الفرق الجوهري بين حلو الكلام. مصطلح ضمن التراب هو نفسه مصطلح تحت عكودي ونفسه مصطلح مساحه جافي ونفس المصطلح شبه القطني. يعني لما اقول لك خطرت مال القطني يعني سباينال يعني دخلت مسافه قطني يعني حقن تحت الجافي يعني حقن ضمن التراب. المقصود بالتراب الكيس الجافي. اذا انت شايف هاي البلاستيكي هي الجافي حركتها صرت جوا صرت ضمن التراب براتها فوق جافي. لكن الحيز فوق الجافي ما له حيز دائري حيز نص دائره تمام. يعني انصحكم بجراحات التثبيت فقرات ركزوا على الجراحه تشوفوا مناطق تشريحيه في جسم البصر. بتشوف الجافي بتشوف انه هي صدفيه اللون بتشوف انه هيك يعني اذا لمست جراح تدخل معه لجوا في لها مرونه جيده تمام. وبيكون الجراح حريص انه ما يفقدها تمام. طيب اذا سقطنا نحن الجافي بابرته ايش بصير؟
صداع. شلون يعني صداع؟ وجع راس. بعرف بقول لك بعرف الصداع هو نفسه ألم الرأس أو وجع الرأس. وين؟ مثل ضغط المضطرب، ليش عم يحكي ضغط المضطرب؟ لأنه في تقطع عم يسرب لوين؟ على حيز فوق الجبهة. طيب إذا أنا بعد شد حجم السي اس اف عن جسم الإنسان 120 ملل. طيب ينتج يوميا 500 ملل. فالإنتاج 3 ل 4 أضعاف من الحجم اللي موجود، طبعا معادلة هشام، تمام؟ وإيش يحتوي السائل من الشركة؟ ومي بشيل 90% وغير شغلات غير المي. هو اهم شيء يلعب في المي. اهم شيء يلعب في المي. والله غير بيضاء وفي بروتينات بس المي اهم عنصر. يعني دمك نص 70% من دمك مي. لأنه في عندك 20% خلايا و10% غير خلايا و70% سبحان الله. فبالاجمال السي اس اف اذا اخذت الجافي وصار تسريب للحيز فوق الجافي، ليش بصير صداع؟ لانه ببساطه بيختفي الضغط. الضغط السي اس اف في جسم الانسان وبصير شد على الاعصاب، فهذا الشد يفرز ماده اسمها الادينوزين، وهي الماده بتعطي تفسير على اساس انه ايش؟ صداع. ببساطه شد الدماغ المخ. واحد. 1350 عند الدكتور 1300 عند الاناث. فنحن متفوقين 50 جرام. طيب شد وزن الدماغ ضمن الجمجمه 5 كيلو. لا 50 جرام. ما شاء الله. اذا مسكت الدماغ من راس انسان حطيته على ميزان، اذا مسكت الزوز حطيته على ميزان بيطلع كيلو 350. طيب قلب الدماغ شد وزنه؟ ليش لا؟ تمام. شد وزن السفينه بالبر 5 طنات، شد وزنها على وجه المي شيء المي. فالفكره انه الدماغ يطوف على سائل دماغ الشوكي داخله وخارجه، داخله بالبروتينات وخارجه بالحيوانات. فاذا انت مسكت سي اس اف سحبته لهذا المريض فبصير عنده شد على الاعصاب، لانه الدماغ ما بس الدماغ نازل من اعصاب تحتيه، فهذا الشد يفرز ماده فبصير ايش؟ علاجا انا تمسك يعني اي واحد شاب بخش معه دولاب شو اسمه السياره اول ما تمر راح عند الدكتور ايش حط له لزقه، انت بدك تروح تصنع لزقه. لا استخدم المريض وتحكم مكان البذل حتى يصير الدم، لانه الدم ما راح يفضل السائل، راح يتجمد ويصير خثره ويسكر الثقب فيحصل تسكير له. هذا طبعا العلاج له. اما العلاجات العرضيه تاع السموم شد بطن، ليش شد بطن؟ كافيين. شد بطن يعني مريض صار عنده صداع محرض للبذل الشاب طبعا تقول حطوا شد بطن، ليش؟ عشان يخفف من تسريب السي اس اف. نوعا ما زائد اي دفعه مجروحه بتنزف مسكت عملت او مسكت حولها وعملت بهذا الشكل سكرت فانت الفكره انه شد بطن مسكنات تصل ممكن الى الالفينات، سوائل قهوي تعطيه عصير لانه غالبا الموزقات الاهم بالعصير فانت بتعطيه منحه تمام، وسوائل ممكن تعطي ايش؟ توصل لمرحله حقن دم، حقن دم علاج شافي بنسبه 90%. الصدمات، مين بيخص الصدمات او الصدمات يعني صدمة تحسسية، صدمة مشلول. تمام يا سلام. الصدمة الدورية إلى 4 أنواع. خيار واحد. قلبي وزعي. صدمة نصف. طيب كيف صدمة نصف حجم؟ هنا سوائل هي فقط سائل فقط خضار، كيف فقط سائل؟ خيارات اسهالات صار عندي ايش؟ اجفاف وبتشوفها شائع عند الاطفال. قلنا قبل شوي انه النوم المفضل عند الاطفال هو او الاطفال هو يطلع معنا الطفول رب الفول ما تنسوها يعني. فالفكره انه انت لما تعطي ايوه انا مسكت المرض لسه ايش كنا؟ نحكي على الصدمة. الصدمة فإن مصدمة نقص الحجم هي عبارة عن سائل دم أو فقط سوائل، ووصلنا للصدمة رقم 2 هي طبعا فقط دم نزف يعني صدمة قلبية. الصدمة القلبية هي ايش؟ الصدمة القلبية شوف لا حوالين القلب ايش في حيجي؟ كيس التامور في الاساس 50 مللي، طيب اذا صار اكثر
صار ضغط على القلب. أول حالة حالتي اسمها أدت لإيش؟ يعني قلب يعني لا في انقباض لا في انبساط دخل صدمة القلب، شو حلها؟ أو فتح جراحي إلى آخره. المهم أسباب الصدمة القلبية أحد أشكالها هو طيب تامور أموره ممتازة وعال العال، بس الشريان الأمامي النازل بشكل الشريان الأمامي النازل في القلب يعني الشريان مستعجل؟ ناخذ بريك لا برا لا جايين بس ربع ساعة إن شاء الله. نركز بس على الأشياء الأساسية. عندنا صلاة ظهر ضروري كمان. فببساطة الصدمة 4 أنواع، حكينا عن صدمة قلبية. انسدادي وغير انسدادي. الصدمة القلبية احفظها، إما بسبب تامور أو بسبب لاك كهرباء أو بسبب توعية القلب. توعية القلب سكر شريان أكليلين، سوى لك رجفان بطيني أو سوى لك أي شغلة وقع دخل طريق أو نزل نقطة دخل بصدمة قلبية. الشغله الثاني هو مشكله كهربائيه واشعه واكثر وخطوره من جفاف مطيري. جفاف مطيري مش اثنين ليش منين؟ جفاف مطيري عادي من نور جفاف مطيري عادي. نعم وخشن. تمام؟ هلا انت بتفرم كبول بتفرم معك والله ما بعرف. قرر جفاف هو ناعم وخشن، مين اخطر؟ الناعم. اخطر الناعم، اثنيناتهم خطرات، اثنيناتهم اكثر من شيء هو الخشن. طيب حكينا عن الصدمه القلبيه، صدام نقص تروي و توزيع خليها شيء لانه هي هلا في حال مشاكل قلبيه مباشره اول شيء بالصدم ولا ضل عندنا الانسدادي قصدي مثلا المشاكل القلبيه مباشره اول شيء بالصدم ولا بالادويه؟ بسبب النظام. مش فاهم المشاكل القلبيه يعني واضح عام مثلا الرجل فات نصدمه بالاول مثلا الرجفان نصدم اول شيء ولا مثلا ناخذ الرجفان لحتى تجيب صدم بس النظام صدمه 10 انواع صدمه. طيب مين الصدمه اللي يكون فيها نبض سريع، مين الصدمه اللي يكون فيها نبض بطيء؟ او بالاحرى مين العصبي البطيء المحرضات يعني اللي وصل لها انا هي توزعيه رايح لعنا. الانسدادي بكل بساطه كمان صدام تاموري بيحصل ريع عاصره وصدمه رئويه. اي شيء بيمنع من وصول الدم للقلب اما بسبب اخماص رئه بسبب ريع صدري او بسبب صدام تاموري ضغط على القلب او بسبب صدمه رئويه تمنع وصول الدم للقلب بسبب صدمه انسداديه. وهي الصدمه رقم 3 صدمه دوران. رقم 4 هي توزعيه. انتاني بسبب استجابه التهابي او بسبب شو اسمه جراثيم او اي شيء توصل لمرحله الصدمه الثانيه. الصدمه الثانيه طبعا كل صدمه لها علاماتها. يعني مريض جلده بارد قلبي. اغلب الصدمات جلده بارد. طيب فكر انتاني. طيب يعني علامه مميزه للصدمه الثانيه انه يكون جلد ساخن وزمان الرواء الشعري تمام؟ والنوم بالسابع. والنبض مرتفع على الصدمات، بس النبض البطيء عصبي العصبي صح؟ طيب شو كمان لسه في عندنا شغلات؟ الصدمات كلهم يكون فيهم ضغط نماسي، واذا جيت قلت لك عرف الصدمه قلت لي هي انخفاض الضغط بتاخذ صفر بجداره. فالاجابه هي عباره عن متلازمه استقلابيه تمنع وصول الاكسجين للنسج، تمنع من وصول الاكسجين للنسج او عدم استفاده النسج من الاكسجين للجير عندنا بكل بساطه، لانه هي مشكله خلويه عن سبب خلايا. لذلك بصير عندك حماضه استقلابيه وبصير عندك اشباط بنقص اشباط بالكربونات وارتفاع في اللاكتيك اسيد وغيره، تمام؟ فهذا الحكي بالنسبه لايش؟ بالنسبه للصدمات هي فيها انخفاضات وفيها فتره معاوضه، فيها فتره انكسار معوض، لكن تعريف الصدمه هي متلازمه استقلابيه تحول ما بين وصول الاكسجين للنسج
او عدم استفاده نسبه الاكسجين اللي عندك. تمام؟ تسمم بالسيانيد، يعني هلا المتروبروسايد اللي بيعطي مستقلب سام اسمه سيانيد، السيانيد بتشوفه باللوز المر. ايش هو بسبب السيانيد؟ بيتوظف بيمسك الخلايا، بيسكر الخلايا وبيمنع وصول الاكسجين لداخل الخلايا. فبيقتل المريض. فلذلك اللوز المر الفريك هذا اللي بسموه اللوز المر، اذا كانت جرعه كبيره منه بتؤدي للوفاه ومشاكل كثير كبيره. طيب نرجع لصدمه توزعيه، ذكرنا من ثاني احد اشكالها، العصبيه على اشكالها تحسسيه وتعاطيه. نفسها بس في واحد شيء اشد من شيء اللي هو اكثر شيء، يعني تعرف ممكن يموت مريض بثلاث دقائق، تحسسيه ساعه او ساعتين حسب يعني، واستجابه يعني العلاج بتاخر فورا عن الادرينالين، تحسس مو فورا عن الادرينالين. لانه وجدوا انه 30% من الاشخاص اللي صار عندهم صدمه تحسسيه وعالجتهم بالادرينالين دخلوا الحكي على الادرينالين. فانت رحت خدمته وضريته. صح؟ الفكره انه تحسس او تحسسيه ايش يعني؟ شرك، نبضه تسرع، ضغطه ممتاز، وعيه ممتاز، ما في مشاكل. شو نعطيه مضادات هستامين، نعطيه سوائل، نعطيه كورتيزونات، تلاقي ما يتحسن، ما تحسن ممكن توصل للادرينالين. تمام؟ اما الدقق فات شخص على ساعة اشفي، هلا قصتني على باب مشفى نحلي. مرة قصتنا نحلي فبدي اقول قصتنا نحلي محكول بدل مصروف. فقصتنا مصروف وما صار شيء. الفكرة انه الاشخاص اللي بيوصل من المصروح ممكن يوقع في ارضه خلال دقائق، فيكون صار تصل متأخر. طبعا هي استجابة من الجسم بإفراز الان او افراز الاستعمال حتى يوصل لهي المشاكل. طيب طلع من الصدمات شيء من الصدمات التوزيعية اللي حكينا. وصول الكظر الحاد اللي هو مركز انتاج كاتيكولامينات، مركز شنو كاتيكولامينات؟ ادرينالين، نور ادرينالين وايزوبرينالين. هذول الثلاثه تمام؟ ايزوبرينالين لا غيره والدوبامين هذا تمام؟ هذول الاربعه اللي يفرزوا من لب الكظر وهو منتشر ويعكسوا بخميره اسمها خميره المونو امينو انسيتاز اللي بيشتغل عليها مضادات اكتئاب ثلاثيه الفرقه اللي اذا اعطيت مزيدين بصير تعاكس وبتصير كنطاش وبتخرب. فبنجي لسيره الكنطاش، فانت اذا ماسك بتخبر المريض جراحه انفيه، طرينات، غير طرينات، في نزيف فما لازم تفتح هالوتان مع الادرينالين، لانه انا لو محل القلب هالوتان بيقول لي وقف والادرينالين اللي يشتغل، بقول له خير ان شاء الله بروح. تمام؟ ليش بصير رسم القلب؟ ليش بصير رجفان مطيني؟ شيء ينبه الادرينالين الوارد من خلال الجراح، وشيء يخطط انت تعطيه بالهلوتان، اجتمعوا مع بعضهم صار عندك رجفان مطيني. فديروا بالكم، هذا سؤال هام. تمام؟ نحن خلصنا الصدمات حكينا عنها، بدك تدرس الصدمات، آلية العلاج، انها يكون فيها اعراض تفاعل المضادات، وعلى اي اساس بدك تعالج، للتوزعي شو بتعطي؟ تعطي السوائل؟ لا تعطي توسع عمليه، تعطي مقبضات، طيب الصدمه الحجميه تعطي سوائل تعطي مقبضات تخرب الدنيا، فكل وحده لها تدبيرها وبتدرسوها البحث الرابع من اساسيات العنايه المركزيه. بالنسبه للانظميات بكل بساطه عندنا ثلاث انواع للانظميات القلبيه، سواء تلخيص حضاري. نوع اسمه لانظميات تسارعيه، ونوع اسمه لانظميات ونوع ثالث اسمه خوارج الانضباط. خلصت محاضرات اللانظميات. تسارعيه، تباطؤيه، خوارج الانضباط اقصر شيء نبدا فيها هي وزينيه بطينيه خلصت. وزينيه بطينيه خلصت، لان البطينيه في منها توأمين في منها اي ما تستطيع علاج خوارج الانضباط البطينيه اذا زادت عنها 10 مرات الدقيقه. شو تعالجها؟ علاج السبب، لانه بكل بساطه اذا اعطيت الدكاين المريض مركب قسطره مركزيه وهي موجوده في البطين وعم تعمل خوارج الانضباط ما تستفاد شيء. علاج خوارج الانضباط البطينيه هو علاج السبب. اما تعطي الدكاين كعلاج دواء او مريض عندك العنايه تشوف القسطره وين واصله للنسبه المركزيه، صح؟ لانه احد اشكال القسطره المركزيه انه تعمل خوارج الانضباط فعلاج انه تكون واصله للبطين اي مكان. هذا حكي خلصنا خوارج الانضباط، نروح على نظمات تباطؤيه. نظمات تباطؤيه عندك اشكال. بطء قلبي بتشوف بشكل طبيعي عند رياضيين، بتشوف بشكل مرضي عند بصير ضبط يعني بين 50 و 60. علاجه اتروفي او البحر. البحر ايش بصير؟ في ساعات تحرك بالليل بسرعه. زمان البحر تعطي اتروفي من الالبان. فعندك انت بطء قلب جيبين هو احد اشكال اللازميات التباطؤيه. الشكل الثاني هو حصار القلب. حصار القلب ثلاث انواع، 1 2 3.
الاول بس تطور في 10 اثنين هو موبتس واحد وموبتس اثنين. موبتس واحد يصير ايش؟ اول شيء بي ار طبيعي تتطاول بعدين تسقط تتطاول ويسقط كيو ار اس. اما الموبتس اثنين ضل البي متجاوب بس بيسقط. مين اختار؟ مين اختار موبتس اثنين؟ تمام؟ طيب الثالث شو شغلته؟ بطينات تحال وزنات حاكمين عم يشتغل على هيك ماشي. خلصنا حصارات القلب لازم هيك تساوي عندك بطيني فوق بطيني. البطء شو علاج كمان؟ اتروبين كان البطء قلب جيبي وكان حصار قلب جيبي. حصار قلب جيبي غير عرضي. اما الموبتس واحد موبتس اثنين وحصار قلب جيبي بيكون عرضي وشخصه بتخطيط وتدبير وبطاريه اما عبر الجلد او عبر الوريد او عبر الشريحه. تمام؟ مين ضلعنا؟ سابعين بطيني فوق بطيني. بطيني مثل تسارع فوق تسرع قلب بطيني. فكيف لا نظميات تسارعي بطيني مثل تسارع قلب بطيني ورجفان بطيني. أوصل؟ ايش معنى هسه؟ هيك السؤال بيجي لا انا قصدك صفحه عمرات. ايش السؤال بيجيك يقول لك مريض حصار قلب درجه 3. شو الاعراض؟ ايش الاعراض؟ وش بتشوف على التخطيط؟ شو بتعالجه؟ علاج بطاري، اعراض بطء قلب، وش بتشوف على التخطيط؟ بتشوف البيات تحال وكيو ار اس تحال. يعني بتشوف دبل البي مع كيو ار اس بعدها دبل كيو ار اس مع ريزميك. عرفت شلون؟ كل ما يفشل لحاله. ليش؟ لانه في حصار تام للآفينوم. محل الفارق عند الموبتس بس موبتس 2 موبتس 2 ترك وظيفه الاكتر تمام. طيب ايش وين كنا هلا؟ موبتس 2 بصير في نفس تطور في ار سقوط كيو ار اس فقط. لا نظميه تسارعي بطينيه حكينا عنها، لا نظميه تسارعي فوق بطينيه عشوائيه تسارع قلب جيد وهو اشياء لا مفهوم كرامه في الحياه. جيد بأسرع على نظميه في الحياه. وتسرع القلب نوع رجفان وزيني وهي اشياء لا نظميه يسقط بها قبول المريض في العنايه. اشتدادي يعني رجفان وزيني وهي اشياء نظميه بس تقبل عليها على اساس المريض في العنايه. تمام؟ طيب رجفان وزيني رفرف وزيني تسرع قلب فوق بطينه وتسرع قلب وزيني. تمام؟ وتسرع قلب وزيني كعدد الجرعه صوتير هو الباركنسون واحد دبليو بي دبليو بيكون فيها ايش؟ موجة دلتا قبل ار بالتخطيط. يعني بكل بساطة فتحت على اليوتيوب اكتب وولف باركنسون واحد بيطلع لك فيديو تشوف بيشرح لك التخطيط فيها ويشرح لك شلون تشوف على المريض شو العلاج. بكل بساطة لازميات تسارعيين فوق بطينيين شو هني؟ تسارع قلب جيد رجفان وزيني رفرف وزيني تسرع قلب وزيني وتسرع قلب زيني تحت البار وولف باركنسون وايت تسرع قلب فوق البطيني اس بي وحاجه الله يعافيك.